ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم محمد حجازي من حجازي فت. الحقيقة في ناس كتير جدا بتروح الجيم وبتقعد فيه وقت كتير جدا وفي الاخر مش بيوصلوا لهدفهم. عشان كده انا في الفيديو ده هتكلم معاك عن اكتر الاخطاء الشائعة اللي الناس بتقع فيها، ازاي تتجنبها عشان تتطور بشكل اسرع وتقلل من فرص الاصابة. واول الحاجات اللي الناس بتقع فيها هي الاحماء والاطالة. في ناس كتير قوي مننا بيخشوا الجيم بيشيلوا حديد على طول، وده بيعمل اصابات، واوقات كتير بتبقى اصابات مزمنة. عشان كده انت لازم تسخن من 5 ل10 دقايق قبل ما تتمرن، ولازم تعمل تمارين اطالة عشان تجهز المفاصل والعضلات للتمرين بتاعك. تاني حاجة الأوزان على حساب الأداء. في ناس همها الأساسي إن هي تشيل أوزان تقيلة على حساب الأداء الحركي، والنتيجة هي إصابة أوقات كتير قوي، وإن مفيش استفادة للعضلة. لازم تعرف كويس قوي إن الأداء الحركي بتاعك أهم من الوزن. إهمال تمرين الرجلين. في ناس كتير قوي بتركز على الجزء العلوي بس من الجسم. لازم تعرف كويس قوي ان تمرين الرجلين هيزود لك القوة العامة والتوازن، وهيزود هرمون النمو. لازم تعرف ان اهتمامك بتمرين الرجلين هي اول خطوات نجاحك. واحد من الاخطاء الشائعة اللي الناس بتقع فيها كتير هي تغيير التمرين بشكل مستمر وعدم الثبات على نظام تمرين. في ناس كتير قوي كل يوم بتخش تتمرن تمرين عشوائي غير التمرين اللي قبله. لازم تبقى عارف كويس قوي ان العضلة بتحتاج من 6 ل 8 اسابيع تمرين ثابت عشان تتبني وتتطور. الراحة الغير الكافية ده سبب كتير قوي الناس بتقع فيه، وبالتالي مش بيتطوروا ومش بيشوفوا تطور في جسمهم. لو انت عارف ان التمرين في الجيم بيهدم الخلايا العضلية، لازم تبقى عارف كويس قوي ان النوم والتغذية هم اللي هيبنوهم من تاني. لو انت بتسهر كتير ومش بتنام كويس، اعرف انك مش هتتطور، وانت بتضيع وقت كتير قوي ما بتاخدش فيه استفادة كاملة. إهمال تدرج التدريبي وتدرج الأحمال اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، اللي هو البروجريسيف اوفرلود. في ناس كتير قوي بتتمرن بالشهور بنفس الوزن ونفس العدة وبينسوا التدرج. لازم تطور ولازم تعمل تدرج في أوزانك وتكراراتك عشان يحصل نمو. تركيز على العضلات المرئية فقط زي عضلات الصدر وعضلات الباي، وإهمال عضلات أساسية في الجسم زي عضلات الكتف والظهر والرجلين، وده بيعمل مشاكل في القوام. التغذية السيئة. مهما تتمرن من غير تغذية سليمة وأكل مناسب لهدفك مش هتشوف نتيجة. لازم تعرف إن البروتين والكرب والدهون الصحية هم أساس أي تقدم. أهم حاجة في رحلتك يا صديقي تركز على الأداء المظبوط وتسخن كويس، وما تهتمش بالأوزان على حساب الأداء، وانت هتتطور وهتوصل لهدفك. اعرف ان التمرين مش مجرد أوزان، التمرين هو علم ونظام. واستنوني الحلقة الجاية.